في أوضة ضلمة في مخزن مهجور في منطقة صناعية بعيدة، على الأرض نايم راجل متبهدل وباين عليه التعب وقلة الأكل، مربوط بسلسلة تقيلة في رجله بتصعب حركته جدا، ومش شايف أي حاجة من الضلمة، وصوته مش واصل لبره، ده بسبب سمك الحيطان العازلة اللي محاوطة الأوضة اللي هو فيها دي. اللي يشوفه في الوضع ده يصعب عليه، مستحيل يتخيل إن ده واحد من أغنى أغنياء العالم، ويمكن أغنى واحد في هولندا، وإن اللي واقفين بره الأوضة بيحرسوه دول هواه، ما يعرفوش حتى يمسكوا مسدس. بس ايه اللي وصلهم لهنا؟ دي امستردام هولندا سنة 1981، قبل ما همام يسافر هناك ويشتري توسكانيني بمساعدة أجدع واحد في السينما المصرية بحوالي 18 سنة. زي ما معروف عنها هي مدينة ساحرة، أشجار وقنوات مية وشوارع نظيفة وهادية، وهي في نفس الوقت مركز لأكبر إمبراطورية بيرة في العالم كله. هاينيكن صاحب الإمبراطورية دي أو ملكها زي ما بيتقال هو الأسطورة بنفسه، ألفريد هاينيكن، اللي كان معروف لأصحابه وقرايبه باسم فريدي. الراجل ده ما كانش مجرد صاحب شركة، ده كان علامة هولندية، ورث الشغل من عيلته وحوله من مصنع صغير لشركة وعلامة تجارية عملاقة. ده لأن زي ما اللي كانوا يعرفوه بيوصفوه ذكي جدا زي التعبان، وعنده كاريزما طاغية، لما يتكلم الكل كان بينتبه له، وقراراته كانت دايما مدروسة، وكان أغنى واحد في هولندا كلها، يعني الفلوس اللي معاه كانت تقدر بمئات الملايين. طبعا النجاح ده بيجي معاه ضريبة، لما حد يبقى غني قوي كده بيبقى هدف مغري للطماعين. العصابات الكبيرة والمافيا كانوا على طول حاطين عينهم عليه، وفريدي كان عارف الكلام ده، جات له تهديدات ورسائل ابتزاز كتيرة قبل كده لدرجة انه اتعود عليها، يعني كان بيتجاهلها ويتعامل معاها بهدوء اعصاب غريب، ممكن لانه كان عارف ان اللي بينفذ ما بيهددش، وفي دي هو كان عنده حق.